رسميا انقطاع سلسله انتصارات النادي الاهلي. عايز اعلق على شويه نقط كده. ده انا ما بنتقدش كهربا، ولا انا قصدي اقطع عليه، ولا انا قصدي ان انا اقلل منه كلاعب، لكن هو عشوائي. جاله كميه فرص، الجون اللي جاي اقسم بالله عدت خبطت في اللاعب وعدت له صدفه. ده اللي انا بتكلم فيه، ما ينفعش تبقى بتلعب هجوم النادي الاهلي. لازم كولر يعمل لك مهاجم رقم اثنين وثلاثه. انت بتلعب جات لك بتشوط اي كلام وخلاص. هي اللفه حلوه والشوطه حلوه، ولكن هي جالك بالصدفه. وعايز اسحب كلامي من نقطه. مصطفى مخلوف خروجه للكرة بقى غبي قوي. مش عارف هو خد ثقه على ايه. خد ثقه ازاي اصلا؟ هو انت ما لعبتش غير ماتشين يا حبيبي، ده تاني ماتش ليك. اللي خروجك ده غباء. انت قررتني نفس خروج الشناوي في بعض الماتشات اللي كان زيرو مستوى فيها. والنسبه لابن سيد عبد الحفيظ، الواد ده له مستقبل كويس قوي. تحركاته شكلها حلو، تحركاته سلسه وكويسه. الواد ده كويس قوي. النقطه اللي عايز اعيب عليها سحب ياسر ابراهيم من الدفاع، دي الحاجه المؤثره شويه. وان احنا هنعاني على ما نلاقي حد مكان عبد المنعم. واحسن حاجه حصلت في الليله دي كلها ان اسامه ابو علي ما زال الهداف، وفيستو مايلي خلاص الماتشات